بيبدأ فيلمنا وبنشوف بنت اسمها مايلي بتغني وبترقص، وبنعرف انها نفسها تبقى ممثلة وتعيش كشخصية مشهورة ولو ليوم واحد. وبعدين مامة مايلي بتروح تصحيها من النوم، فبتتضايق مايلي جدا لان مامتها صحتها من حلم جميل نفسها تحققه. وبتكون مايلي عايشة مع عيلتها، مامتها وباباها واخوها الصغير، وبنعرف ان مايلي فاشلة في الدراسة بس نفسها تبقى ممثلة مشهورة. وبنروح لمكان التصوير وبيكون المخرج مستني ممثلة، وبتكون اتأخرت على التصوير، ولما بتوصل الممثلة بيشرح لها المخرج قصة الفيلم، وبعدين بيستعدوا علشان يصوروا مشهد. وبنروح لواحد اسمه منى بيبيع التذاكر في السوق السوداء لحد ما الظابط بيقفشه، بس منى بينكر انه بيبيع حاجة، فبيبدأ الظابط يفتش منى لكن مش بيلاقي حاجة. وبيبدأوا في تصوير المشهد، والممثلة رجليها بيحصل فيها التواء ومامتها بتاخدها وبتمشي. بعدها بنشوف مايلي ومنى بيرقصوا وبيغنوا على البحر، ولما بيخلصوا بيكون منى عايز يعزم مايلي على ايس كريم، بس مايلي مش بتكون عايزه. وبيعدوا على واحد بتاع موز وبياخد منى موزه، ولما صاحب عربيه الموز بيطلب من منى يحط الموزه، ساعتها بتدفع مايلي فلوس الموزه. وبعد ما بيمشوا بيتخانق منى مع مايلي انها دفعت فلوس الموزه، وبتوصل مايلي بيتها ومنى بيكون معاها وبيوصلها. وبيكون اخو مايلي قدام البيت وبيلعب منى معاه، وبتدخل مايلي عند مامتها وبتحكي لها اللي حصل مع منى، وبتعرفها ان منى هيخليها مجنونه في يوم من الايام. لكن بترد مامتها وبتقول لها ان منى مشاكس لكن قلبه طيب، ويمكن منى كده علشان ما عندوش عيله. وبنشوف منى وموتيلا اخو مايلي بيلعبوا بالكوره، ومنى بيحدف الكوره وبتوصل لمطبخ ام مايلي وبتوقع مواعين كتير، فبتتعصب مامتها وبتسال موتيلا ايه اللي بيحصل، فبيرد الولد ان منى هو اللي حدف الكوره، لكن منى بينكر. وبيرجع ابو مايلي البيت وبيحكي له اللي حصل، لغايه ما ابو مايلي بيخلي موتيلا يدخل يرتب الفوضى اللي عملها في المطبخ. وبتعرف مايلي ان منى رايح يتفرج على فيلم، ومايلي بتبقى عايزه تروح معاه، وبيكون منى معاه تذكرتين فبيوافق، وبيقول لها تستعد وانهم هيروحوا يتفرجوا على الفيلم بالليل. وبالليل بتروح مايلي ومنى بيتفرجوا على الفيلم، وبيحس منى انه حران وبيطلب من الناس يشغلوا مروحه، لكن الناس بتطلب منه يقعد علشان يكملوا الفيلم. وبعدين بيقعد منى وبيمدد رجليه على الكرسي، فالراجل اللي قدامه بيطلب منه ينزلها، لكن منى مش بيوافق وبيمسك في خناقه. والناس اللي في السينما بيسلكوا وبيخرج منى ومايلي من السينما، بس مايلي بتكون متضايقه جدا منه ومش بترد عليه، وبتقول له يبعد عن طريقها. وبيوصلوا البيت وبتكون مايلي متعصبه جدا وبتحكي لعيلتها اللي حصل، وبتتخانق مايلي مع منى وبيكلموا بعض من الشباك. ولما بتقفل مايلي الشباك بيعمل منى انه قفل على ايده، وبتقلق مايلي عليه وبتروح بسرعه تشوفه، لكن بتعرف ان هو بيخدعها لان ايده سليمه. ساعتها بتنزل مايلي ضرب في منى لانه دايما كده بيخدعها. بعدها بيقعد منى مع صاحبه وبيحكي له انه معجب بمايلي، وان مامتها وباباها بيعاملوه كويس وبيحبوه، وانه عاوز يتجوزها لكن خايف من رد فعلها. ساعتها صاحبه بيفرح جدا وبيقول له منى انه هيطلب من مايلي الجواز بس في اللحظه المناسبه. بعدها بتكون مايلي في الملاهي وبتلعب لعبه، وبعد ما بيخلصوا منى بيتريق على مايلي لانها كانت خايفه، وابو مايلي بيكون جايب ايس كريم وبيديهم كلهم. وصاحب منى بيشجعه يعترف لمايلي بحبه، وبيروح مايلي يتكلم مع منى بس في مواضيع تانية ومش بيعرف يقول لها الحقيقه. وفي يوم بترقص مايلي على البحر، وبيكون الفنان المشهور كمال بيتفرج عليها وهي مش واخده بالها. ولما بتخلص مايلي بتتفاجئ بوجود كمال، فبيشكر كمال في اداء مايلي وبيمشي. ولما بترجع مايلي البيت بيجي لها اتصال من كمال وبيطلب منها تمثل معاه فيلمه اللي جاي، فطبعا بتوافق مايلي جدا وبتبقى فرحانه. المهم بتجري مايلي عند منى وبتفرحه، وتاني يوم بتروح مايلي تمثل قدام كمال، لكن بتكون متلخبطه ومش عارفه تقول كلمتين على بعض، بس كمال بيقول لها ان كلهم بيحصل معاهم كده، وبيطلب منها تروح البيت تتدرب على المشاهد، وبيقول لها انهم هيصوروا بكره. المهم بقى بتمشي مايلي وبتروح عند منى وبتطلب منه يمثل معاها المشاهد، وبتعرفه اللي حصل معاها في الاستوديو، فبيطمنها انها لما هتتدرب هيبقى كل حاجه كويسه وهتمثل كويس بكره. وفي اليوم اللي بعده بتروح مايلي الاستوديو وبتمثل كويس جدا لدرجه ان المخرج وكل اللي في الاستوديو بيسقفوا لها. وبتروح مايلي تفرح منى وبتفهمه انها نجحت، وبيكون فرحان جدا بيها، وبيروح للخياط يعمل له قميص جديد لانه هيروح يحتفل مع مايلي بالليل. وبيوصل منى عند مايلي وبتكون لابسه فستان جميل جدا، لكن بيتفاجئ منى لما بيعرف ان مايلي رايحه حفله كمال بمناسبه نجاح فيلمه. وبنروح لمايلي اللي راحت الحفله، وبعدين بيتكلم كمال مع مايلي وبيسألها عن عيلتها، وبترد انها عايشه مع مامتها وباباها واخوها الصغير. ولما مايلي بتسأل كمال عن عيلته شكله بيتغير، وبيقول لمايلي انهم اتأخروا وبيمشوا. وتاني يوم بتصحى مايلي بتلاقي منى مستنيها قدام البيت، وبتستغرب من لبسه وبتفضل تضحك عليه.
وبيقول لها انه متشيك وهيعزمها في مطعم فخم النهارده، وبياخدها المطعم جميل وبيطلب اكل وبيحاول يفتح مايلي في موضوع الجواز والاستقرار. لكن للاسف بتشوف مايلي كمال في نفس المطعم وبيكون هيقابل مخرج، فبتسيب مايلي وبتروح مع كمال لانها عايزه تقابل نفس المخرج. بعد كده بنشوف مايلي مع كمال على البحر وبيحكي لها قصته لحد ما بقى ممثل مشهور، وبنعرف ان كمال غني وعنده اراضي كتير. وبيقول كمال لمايلي انه كان بيحب بنت وكان سايق بسرعه وماتت، ومن ساعتها وكل حاجه انتهت واحلامه انه يتجوز ما بقتش موجوده. وبيسيب كمال مايلي وبيمشي وبيقول لها نتقابل بكره في التصوير. وفي اليوم اللي بعده بتصور مايلي وكمال مشهد، وفي واحد بيضايق مايلي فبيدخل كمال معاه في قتال، وبيوصل كمال مايلي لبيتها وبتقول له تصبح على خير سيد كمال. فبيطلب كمال منها تشيل الالقاب وتسميه كمال بس، وبتوافق مايلي. وبنشوف بعدها منى ماشي سكران وزعلان انه مش عارف يعترف لمايلي بحبه مع انه قوي وعامل نفسه في توة الحاره ومحدش بيقدر يتكلم معاه. المهم بيروح منى لبيت مايلي وبيسأل عنها وبيعرف انها نامت، فبيقعد منى مع ابو مايلي يشرب مشروب وبيتكلم معاه، وبيسأل منى ابو مايلي انت ما حبيتش قبل كده؟ فبيرد انه حب قبل كده وهو في سنه اولى جامعه، وفضلوا ال4 سنين يروحوا ويجوا مع بعض، بس للاسف خسر حبه واتجوز واحده تانيه. فبينصح ابو مايلي منى ما يأجلش يقول اللي في قلبه، وطبعا منى بيقتنع جدا بكلام ابو مايلي. وفي نفس الوقت بيروح كمال عند جده وفرحان جدا وبيعرفه انه وقع في الحب. ساعتها بيجي اتصال لكمال من مايلي انهم هيسافروا وهيصوروا مشاهد في جوا. تاني يوم بيتفاجئ منى لما بيعرف ان مايلي سافرت علشان تصور، وبتعرف مامة مايلي منى ان الموضوع جه فجأة. وبنشوف منى بتجري على البحر وبتصور مع كمال وبتغني مايلي وبتقول ان مش كويس نعيش لوحدنا وان لازم يبقى ليها شريك في الحياة وتحب وتتحب. وبيسافر منى عند مايلي وبيوصل لمكان التصوير، وبتعرف مايلي كمال ومنى على بعض. بعدها بيمسك منى خاتم وبيكون عايز يديه لمايلي وبيعترف لها بحبه ويبقى بطلها قبل ما يفوت الاوان. بعدها بيروح منى اوضه مايلي وبيخبط وبيدخل وبيطلع منى الخاتم من جيبه وهيديه لمايلي، لكن بتوري له مايلي العقد الالماظي اللي كمال اداهولها وبتعرفه انها ما كانتش راضيه تاخده، بس كمال صمم. وفي نفس الوقت بيدخل كمال عند مايلي وبيقول لها ان العقد هيبقى اجمل لما تلبسه، وبتروح مايلي تلبس العقد. وفي الوقت ده بيتكلم كمال مع منى وبيسأله بتشتغل ايه، فبيرد منى انه بيبيع تذاكر في السوق السوداء. وبتطلع مايلي وبتكون لابسه العقد، وبيقول لها كمال ان كده العقد شكله احلى بس مش احلى منها. المهم بيروحوا كلهم لان النهارده عيد ميلاد مايلي وبيحتفل كمال بيه، وبيأكل كمال مايلي حتة من التورتة. فمش بيستحمل منى يشوف كمال مع مايلي وبيمشي، وبتلاحظ مايلي ان منى مش موجود. وبعدها بنشوف منى قاعد قدام البحر حزين، اما مايلي لسه غرقانه في تصوير فيلم عن الحب مع كمال، وبيقولوا ان الحب ساعات بيجلب السعاده وساعات بيجلب الحزن. وبتغني مايلي ان كمال بقى حلم بالنسبه لها وكان غريب عنها ودلوقتي بقى قريب منها، وبتتمنى تلاقي حبيبه ويبقى ضلها. وبيخلص الفيلم وصور كمال مع مايلي بتملى المجلات، وبيرجع كمال بيته وبيكون جده فرحان بنجاحه. وبتروح مايلي عند منى وبتعرفه ان اول نسخه من فيلمها نزلت وان الفيلم هيتعرض النهارده الساعه 8، وبتطلب منه يروح يشوف الفيلم هو وصاحبه. وبتتصل مايلي بكمال وبيرد عليها الجد وبتعرفه ان الفيلم هيتعرض الساعه 8. وبنشوف كمال ماسك خاتم في ايده وعايز يديه لمايلي بس خايف لانه بيخاف من اي حاجه بتفرح بعد موت حبيبته الاولى. لكن جد جمال بيقول له لازم يفرح، ومايلي وكمال بيغنوا مع بعض ومبسوطين، وكانت اغنيه عن الحب وعن جمال مايلي. بعدها بتنادي مايلي على كمال كذا مره وبيكون سرحان وشارد، ولما بيرد عليها بتعرفه انها اتاخرت وعايزه تمشي. لكن كمال بيكون عايز يقول لمايلي حاجه، فبتساله هو في مشكله في الفيلم. ساعتها كمال بيقول لها انها مش بتفكر غير في الفيلم، فمايلي بتقول له انه عمل افلام كتير لكن ده اول فيلم ليها، وبتقول له انها خايفه من ردة فعل الناس. وبتسأله انت خفت زي قبل كده؟ فبيرد انه اول مرة يبقى خايف فيها بالشكل ده. وبنشوف ناس كتير مستنية تتفرج على الفيلم، ومنى وصاحبه كمان كانوا موجودين، لكن واحد بيقومهم وبيدخل موزعين يتفرجوا على الفيلم. واول ما بيشوف الراجل مايلي بيعرفها ان منى بيضايق الضيوف، فبتزعل منه لان ده فيلمها الاول. فبتدخل مايلي وكمال يتفرجوا على الفيلم وبيسيبوا منى وصاحبه بره، فبيمشي منى وصاحبه من غير ما يتفرجوا عليه. ولما الفيلم بيخلص بيوصل كمال مايلي اللي بتسأله عن رأيه في أدائها في الفيلم، وبيرد إن الدنيا كلها سقفت لها، لكن مايلي بتكون عايزة تعرف رأي كمال. وبيرد إن اللقطة اللي كانوا على الشط كانت مايلي جميلة قوي. ساعتها مايلي بتقول لكمال إنه بيحرجها بكلامه، فبيسكت كمال وبيمشي.
وبيكون منى موجود في المكان وبيسمع كلام كمال لمايلي، وبتدخل مايلي البيت وبتلاقي منى قاعد على السلم وبتعتذر له على الكلام اللي قالته له، وبيسألها منى عن الفيلم، فبترد مايلي ان الناس حبته كتير وكانوا بيسقفوا في كل مشهد، وبتعرف مايلي منى ان الفيلم هيتعرض تاني بعد بكره وانها عايزه تشوفه تاني معاها، واليوم ده استنته بفارغ الصبر وحلمت بيه من ساعه ما كانت صغيره، وان كل اللي حصل معاها ده بفضل كمال، ولولا وجوده في حياتها ما كانتش هتعرف تعمل اي حاجه. وبعد مرور ايام بيكون الكل موجود علشان يشوف الفيلم، وبيبعت منى رساله لمايلي مع مامتها وانه بيعتذر ومش هيقدر يحضر الفيلم، وبيبدا الفيلم وبيقول كمال لمايلي انه هيقول لها حاجه بعد الفيلم ما يخلص، وبتتحايل مايلي عليه علشان يقول، لكن بيقول لها بعد الفيلم ما يخلص، وبتقرا مايلي الجواب اللي في ايدها وبيكون منى كاتب فيه انه هيمشي ويسيب البلد، وانه كان عايز يقول لها حاجه بقاله كتير، وهي انه بيحبها جدا، لكن هي مناسبه لكمال اكتر لان منى ما يقدرش يقدم لها اللي كمال بيعمله معاها. فبتسيب مايلي عرض الفيلم وبتروح تدور على منى اللي مش بتلاقيه، وبتسأل صاحبه عنه وبيرد عليها وبيقول لها مشى، وبيعرفها ان منى عمل كتير واشترى خاتم بكل الفلوس اللي معاه علشان يديه لمايلي، ولما راح يشوف فيلمها احرجته وكان ليل نهار بيتكلم عنها. فبتفضل مايلي وكمال يدوروا على منى لحد ما مايلي بتلاقي منى اللي بيقول لهم انهم مناسبين لبعض، لكن كمال بيرد انهم بيمثلوا بس مع بعض، وبيعرفوا ان مايلي بتحبه هو. فبتتخانق مايلي مع منى وبتقول له انت عايز تسيبني وتمشي، لكن اخيرا مايلي ومنى بيبقوا مع بعض، بس المره دي حبيبين، وبيضحي كمال بحبه لان مايلي بتحب منى. وبكده يكون خلص فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك، واستناني في ملخص تاني. سلام. بيبدأ الفيلم وراجي بيتضرب بالنار، بس بنكتشف انه كابوس وانه كان بيحلم، وبعدها بنشوف انه عنده ورشة لتصليح العربيات، ولما بيقعد مع اصحابه بيكون متضايق، فبيقولوا له انه عدى على الحادثة 15 سنة، وبنعرف انه شخص طيب وبيحب يساعد الناس. وبعدها بنشوف فير اخوه هو بيسوق بسرعة رهيبة وبيكون بيجرب عربية عميل، فوهو سايق بيشوف أشيتا بالصدفة، فبيعجب بيها من أول نظرة وبيقف لها وبيعرف إنها لازم تروح مكتب البلدية خلال 10 دقايق، فبيوافق يوصلها وبيسوق بسرعة جنونية لدرجة إن العربية بتعمل حادثة وبتتخبط منه، بس في الآخر بيوصلها وهي بتشكره إنه ساعدها. ولما بيرجع البيت أخوه بيتخانق معاه علشان عرض حياته للخطر، وبعدها فير بيصلح العربية اللي خبطها وبتوصل أشيتا المكان وبتتفاجئ لما بتشوفه، وبتكون عاوزة تصلح الموتوسيكل بتاعها، فبيجربه وبيعرف انه مش شغال ومحتاج وقت علشان يتصلح، وبيعرفها ان هو صاحب الورشة، وبيتفاجئ لما بيلاقي راجي واقف وسامعه، فبيشاور لها علشان ما تتكلمش. وبعدها سيدو بيدي فير قهوة علشان يفضل سهران، بس بيصحى على جردل المية، وبيعرفوا ان تسجيل العربية اتسرق كالعادة، وبيطلع ان سيدو هو اللي سرقه وباعه لاوسكار. وبعدها بيكلم حبيبته جيني وبيقول لها انه هيعمل لها عيد ميلاد، فبتكلم اخوها علشان تخرج، وبنكتشف ان اوسكار اللي باع له التسجيل المسروق، حراميه في بعض يعني. وتاني يوم بيروح فير لاشيتا علشان يرجع لها الموتوسيكل، وبيوصلوا اصحابه علشان يحتفلوا بعيد ميلاد جيني، وبيقنعوا اشيتا تروح معاهم. وفي الحفله بنشوف رجاله الملك بيجبروا صاحب المكان يبيع مخدرات للشباب وهو بيكون رافض، واشيتا بتدافع عنه وبتقول له يكلمه كويس، فبيكسر لها تليفونها، فبيتضايق فير وبيضرب فيهم ومحدش بيكون قادر يقف قصاده. وبعدها بينتقموا منه رجاله الملك وبيمسكوه لما بيكون ماشي لوحده، فبيخرج راجي من البيت وبيلحقه وبينقذه. ولما بيوصل للمستشفى بيسأله راجي عن اللي حصل، بس بيرفض يقول له حاجه. وبعدها بيروح راجي يقابل اصحابه وبيعرف منهم مكان العصابه علشان يرجع حق اخوه، وبيوصل للوكر بتاعهم وبيضرب فيهم كلهم وبيولع لهم في المخدرات بتاعتهم. ولما بيوصل الملك بيكون متضايق من اللي حصل، وبيقولوا له الرجاله ان اللي عمل كده ممكن يكون اخو الميكانيكي اللي ضربوه، فبيروح له الورشه وبيكون عاوز يتاكد لو هو اللي عمل كده، بس بيلاقيه محترم وملهوش في المشاكل، وبيخدعه انه بيخاف من ضرب النار، فبيؤمر رجالته يشيلوا الاسلحه. وبعد ما بيمشي بيضحك عليهم هو واصحابه. وبنرجع للماضي وبنشوف راجي في قريه بلوجاريا، وكان بيهرب من عصابه عاوزه تقتله، وبيخبط في ميرا بالصدفه، وبينزل يطمن عليها وبيتكلم معاها وبيبان انه اعجب بيها. وبعدها بنشوف ميليك وهو متضايق، وده لان راجي سرق الذهب بتاعه، ووقتها بيحط خطه علشان يتخلص منه. وتاني يوم راجي بيشوف ميرا وهو ماشي بالصدفه لتاني مره، وبيحاول يقرب منها وبيعرفها ان اسمه كالي وان ابوه زعيم عصابه مشهور، فهي بتخاف منه، بس هو بيطمنها وبيتفقوا يكونوا صحاب. وبعدها بنشوف اخو فير وابوه راندير، وبنعرف انه عايش بعيد عنهم بسبب العداوه اللي بينهم وبين ميليك. وبنكتشف ان كالي مش ابن راندير وانه لاقيه في الشارع،
ورباه مع ابنه، بس فير ما كانش يعرف الكلام ده. ومع الوقت بيقرب كالي وميرا لبعض، ولما بيعرف ان عيد ميلادها بكره بيتفاجئ وبيقول لها انه مش هيكون موجود علشان هينقل الذهب اللي سرقه من ملك لرومانيا، بس هي بتتضايق وبتقوله انها مش هتحتفل بيه لو هو ما كانش معاها، فبيوعدها انه مش هيتاخر عليها. وبعدها بيكون في الطريق وبتطارده عربيات ملك وبيحاول يدافع عن نفسه، بس بتتقلب بيه العربيه وحياته بتكون في خطر. ووقتها بتنزل واحده من العربيه وبتطلع انها ميرا وخانته، وبتروح علشان تقتله، ولما بيشوفها ما بيكونش مصدق، فبتعرفه ان ملك ابوها وانها مرتبه الكل اللي كان بينهم علشان ترجع حق ابوها. وفي الاخر ما بتقتلهوش وبتسيبه يعيش بس علشان عيد ميلادها النهارده، وبتاخد الذهب اللي كان سرقه من ابوها. ولما بيرجع البيت راندير بيبقى عايز ينتقم له، بس كالي بيقول له انه لازم هو اللي يرجع حقه. وبيمشي تاني يوم ورا ميرا وبيحاول يوقفها بالعربيه، بس هي بتحاول تهرب منه لحد ما عربياتهم بيخبطوا في بعض، وميرا كانت هتقع من فوق الجبل، بس هو بيلحقها على اخر لحظه وبيقول لها انه بيحبها وانه هيقتلها لو شافها تاني. وبعدها ميرا بتحس بالذنب وانها بتحبه ولازم ترجع له، فبتقرر تروح له البيت وبتطلب منه يسامحها وبتعترف له بحبها، بس هو بيطردها بره البيت وبتفضل قاعده قدام بيته لحد بالليل، والدنيا بتمطر، فهو بيقرر يسامحها وبيروح لها وبيتفقوا ينسوا كل اللي فات، وبيكونوا عاوزين اهاليهم يعرفوا بحبهم وانهم عاوزين يتجوزوا. فبيسالها لو خانها المره دي هتعمل ايه، فبتقول له انها هتضربه بالنار. وبعدها بيجي المشهد اللي كان في اول الفيلم وهو بيتضرب بالرصاص، وبنرجع للحاضر وراجي قدامه المرايه وبيفتكر ذكرياته، وبنشوف فيرو وهو بيعترف لشيتا لاول مره انه بيحبها وبيكون عاوز يكمل حياته معاها وهي بتوافق. وتاني يوم بيكلموا راجي وبيعرفوه انهم عاوزين يرتبطوا، فبيوافق وبيحدد ميعاد مع اهلها وبيروح لهم البيت، وبيتفاجئ هناك ان ميرا تبقى اختها، والاتنين بيكونوا مصدومين لما بيشوفوا بعض. وميرا بتقول له انه زمان خان ثقتها فيه ومستحيل توافق ان اخوه يتجوز اختها، وبتهدده انها هتقتله لو شافته مره تانيه، فبيخرج من البيت وبيمشي. وبنرجع تاني للماضي وبنشوف ملك وراندير وهم موافقين على جوازهم، وملك بيقرر يسامح علشان سعاده بنته، بس هو بيكون حاطط خطه مع رغاف علشان يقتلوهم. ولما بيروح كالي وابوه القصر بتاعهم بيتفاجئوا بملك ورجالته وبيهددهم انه هيقتلهم، فبيهاجمهم كالي وبيضرب فيهم كلهم ومحدش بيبقى قادر يسيطر عليه. ورغاف وقتها بيكلم ميرا وبيخدعها بان كالي خانها وعاوز يقتل ابوها، وملك وراندير بيرفعوا على بعض السلاح وكل واحد بيموت التاني. فبيجري كالي على ابوه بيمسك المسدس من ايده، وهنا بتشوفه ميرا وبتفتكر ان هو اللي قتل ابوها، فبتضربه بالنار وبتكون فاكره انه مات، وبتاخد اختها اشيتا وبتسافر الهند. وكالي بيروح المستشفى وبيعرف انها سابت البلد، فبياخد اخوه بيسافر على بلوغاريا. ولما بنرجع للحاضر بنشوفه مع اصحابه وهو بيحكي لهم اللي حصل، وبعدها بيعرف فير انه رافض جوازه وانه مصمم على كده، وميرا بتقول لاشيتا نفس الكلام. ولما بيروح فير لاصحاب اخوه بيعرف ان ميرا وراجي كانوا بيحبوا بعض زمان. وتاني يوم ماني بيشوف عربية مفتوحة وفيها المفاتيح فبيسرقها، ولما بيخرج الملك بيلاقي ان عربيته اتسرقت فبيتخانق مع رجالته. وبعدها بيروح ماني لفير في الورشة وبيطلب منه يغير له لون العربية علشان لو الملك عرف هيقتله، فبيوافق فير علشان ينتقم من الملك بسبب الموقف القديم اللي بينهم. وبيتفق مع اشيتا انهم يرجعوا اخواتهم لبعض، بس راجي بيسمعهم وبيقول لهم ان العلاقه بينهم انتهت. فبتقول له اشيتا انهم لسه بيحبوا بعض ومحدش فيهم اتجوز بسبب كده، فبيستغرب من كلامها وبيتفاجئ. وبالليل راجي بيبوظ عربيه ميرا، ولما بتيجي تروح مشوار العربيه بتعطل منها، فبيعدي قدامها وكانها صدفه وبيصلح لها العربيه وهي بعدها بتمشي. وفير بيلاقي شنطه جوه عربيه الملك وهو بيغير لونها ومحدش بيبقى عارف فيها ايه، وبيكتشفوا انها مليانه مخدرات فبيتخلصوا منها وبيحرقوها كلها. وبعدها راجي بيراقب ميرا من بعيد وبيشوف رجاله الملك وهم بيتخانقوا معاها علشان تبيع مخدرات في المكان، فبيروح لهم وبيضربهم كلهم، وكالعاده محدش بيقدر عليه، بس هي ما بتتكلمش معاه. وتاني يوم اشيتا وفير بيخلوهم يتقابلوا في نفس المكان من غير ما يعرفوا. ووقتها بيجي الملك وبيسأل ميرا عن اللي ضرب رجالته في المطعم، فبتبص لراجي وبتقول له انها ما تعرفش مين اللي عمل كده. وبيبيع ماني عربيه الملك بعد ما غير لونها لاوسكار اخو جيني. وبعدها جيني بتعرف سيدو على اوسكار اخوها وبيفضحوا بعض لان هما الاتنين حراميه، وراجي بيتدخل وبيقنع اوسكار يجوزهم لبعض وبيوافق وبيحددوا الفرح. وميرا بتطلب من اشيتا تخلي فير يجي لهم البيت لوحده، فبيروح لهم تاني يوم وبتعرفوا انها هتوافق على جوازه من اختها بس يعيش معاهم ويسيب اخوه. فبيتفاجئ من كلامها وبيقول لها انه مستحيل يبيع اخوه حتى لو على حساب حبه، بس ميرا بتقول له ان راجي مش اخوه وان ابوه كان لاقيه في الشارع ورباه.
وبعدها بيروح لراجي وبيسأله عن اللي سمعه، فبيتفاجئ راجي وبيقول له ان ميرا اللي عرفته، وبيقول له كمان انهم مش اخوات بس هو بيحبه اكتر من نفسه. وبعدها راجي بيخطف ميرا وبيسألها ليه عاوزة تبعده عن اخوه، فبتقول له علشان هو موت ابوها قدامها، فبيعرفها ان ابوها هو اللي خانهم وان مش هو اللي قتله، وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بتقابل ميرا رغاف وبتعرف منه الحقيقة وان ابوها هو اللي خان راجي، فبتروح لراجي البيت وبتوافق على جواز فير واشيتا. وبعدها بتعتذر لراجي وبتقول له انها عرفت الحقيقة وهو بيقبل اعتذارها. وفي فرح جيني وسيدو بيرقصوا راجي وميرا وبيتفقوا انهم هيتجوزوا ويعوضوا اللي فاتهم. وبيوصل الملك الفرح وبيشوف عربية وبيكتشف انها بتاعته لما بيشوف الشعار عليها، وبيضرب اوسكار لما ملقاش الشنطة فيها وبيعرف ان ماني هو اللي سرقها. والملك لما بيسأل ماني على المخدرات بيقول له ان فير هو اللي يعرف مكانها، وبيقول له فير انه حرقها، فبيخلي رجالته يضربوه وهو بيحاول يدافع عن نفسه لحد ما بيوصل راجل المكان، فبيضرب فيهم وبيتخلص منهم كلهم وبينتقم من الملك علشان اللي عمله في اخوه، فبيضربوا الملك بالنار. بس ميرا بتاخد الرصاصة مكانه وبتدخل ميرا المستشفى، وتاني يوم بتكون حالتها مستقرة وبيجي لها راجي وبيقرروا يكملوا حياتهم مع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة، واستناني في ملخص تاني. سلام.